بعد 127 ساعة من العذاب قرر يقطع دراعه عشان يفضل عايش، ورغم كل ده لسه بيكمل مغامراته لحد النهارده. فيلمنا بيبدأ مع ايرن اللي محضر شنطته واغراضه عشان رحلة تخييم في الصحراء، وواخد معاه كاميرا وبيصور كل حاجة، وبيقول انه رايح لجبال ووديان ضيقة وهيسجل كل مغامراته. بيركب عربيته وينام فيها اول ليلة، وتاني يوم بيطلع العجلة بتاعته ويقرر يعمل رقم قياسي وبيوصل بيه لمكان اسمه اخدود بليجون. وهو ماشي بالكاميرا بيصور نفسه حتى وهو بيقع. وفي نص الرحلة بيقابل بنتين تايهين اسمهم ميجان وكريستي، محتارين ازاي يوصلوا لمكان القبة، وايرن بيعرض عليهم يوصلهم هناك وهم بيوافقوا. ايرن مع البنتين بيتحركوا جوه الجبال والوديان الضيقة، وفجأة بيقول لهم انا عارف طريق مختصر هيخليكم تعيشوا تجربة مش هتتنسي، والبنات بيوافقوا. الطريق كان رفيع قوي وسط الصخور العملاقة، وفجأة ايرن بيمثل انه وقع والبنتين اتخضوا، بس يطلع هزار ويضحك عليهم. بعد شوية ينزلوا وراه ويتفاجئوا ان المكان اللي وداهم ليه عبارة عن بحيرة طبيعية ساحرة بين الصخور، واليوم بيعدي وهم مبسوطين وبيتصوروا سوا. وفي الاخر البنتين بيعزموا ايرن على حفلة تاني يوم، وهو يوافق ويمشي. وميجن تلاحظ ان كريستي بدأت تعجب بيه، لكن ايرن راجع وبيقرر يكمل في الوديان الضيقة لوحده ويصور بالكاميرا رحلته، ويوصل لمنطقة عالية لازم ينزلها بحرص. وفعلا بينزل، بس صخرة كبيرة تتزحلق وهو ماسكها، وفجأة تنزل معاه وتثبت دراعه تحتها. ايرن بيحاول يحرر نفسه بكل الطرق، بيشد ويزق ويحرك جسمه، لكن مفيش فايدة لان صخرة ضخمة حابسة ايده، وهو لسه مش شاعر بالألم بسبب الادرينالين. ايرن محبوس وايده تحت الصخرة، ومعاه ازازة مية صغيرة بياخد منها بق صغير عشان عارف اللي جاي هيكون طويل. ويبدأ يعد الدقايق وهو عالق، وبيصرخ وينادى على كريستي وميجن يمكن يسمعوه، لكن مفيش حد بيسمعه. وبيطلع كل الحاجات اللي معاه من شنطته ويحطها قدامه على الصخرة، ويلقى مقص معدني بيحاول يكسر بيه الصخرة، ويفضل يخبط لحد ما المقص يقع تحت رجليه، ويحاول ياخده بايده التانية لكن مش قادر يوصل. وبيشيل الجزمة والشراب ويحاول برجله وبرضه ما يوصلش. وبيلاقي عصاية صغيرة جنبه بيتني طرفها ويمسكها برجله لحد ما يلقط المقص اخيرا. بس الساعات بتمر وهو لسه محشور، ومجهوده بيروح على الفاضي والتعب بيزيد، ويجيله في نص الليل وهو عطشان ويشرب بق ميه عشان الميه تكمل معاه. ومعاه حبل صغير يربطه في صخرة فوقيه ويشبكه في الشورت عشان يحاول يرتاح، ويغلبه النوم فوق الصخرة من كتر الارهاق. ايرن مش عارف ينام، كل شوية يصحى من الوجع اللي في دراعه، يبص حواليه ويشوف ضوء الشمس بينعكس على الصخور، ويحط رجله ودراعه في النور ويحس بدفى غريب. وبيفتكر ايام زمان لما كان والده بياخده للجبال والوديان دي وهو صغير. بيطلع الكاميرا وبيبدأ يسجل، ويقول انه بقاله يوم كامل محشور بين الصخور، ولو الكاميرا دي اتلقت من اي حد يوما يسلموها لاهله. وبيحكي انه اتزحلق واتحشر دراعه تحت صخرة في وادي اخدود بلوجون، وبيوري الكاميرا دراعه اللي بقى لونه ازرق من كتر ما الدم ما بيوصلش فيه لانه بقاله 24 ساعة، ويقول انه عارف ان دراعه خلاص مش عاد نافع تاني. بعدها بيصور ازازة المية اللي فاضل فيها قطرات قليلة جدا، ويعترف انه في ورطة كبيرة جدا. وفجأة يقع عليه شوية تراب من فوق، ويفتكر ان في حد موجود ويصرخ ويطلب المساعدة دقايق طويلة، لكن مفيش حد بيرد. يسكت ويهدى وينسى انه لسه سايب الكاميرا شغالة. وايرن بيتفرج على التسجيل اللي صوره لنفسه وهو بيصرخ وعينه بتدمع، ويقول لنفسه ما تفقدش وعيك. وبالليل يلف الحبل حوالين رجله ودراعه عشان يحافظ على الدفى، ويحط شنطة قماش على راسه عشان يعرف ينام، والجوع يضربه فيفتكر اخر حتة باتيه في شنطته. وفجأة يجيله هلوسة، يتخيل نفسه في الحفلة اللي كريستي عزمته عليها، قاعد هناك بيشرب مشروبات ساقعة ومبسوط، لكنه بيفوق ويلاقي نفسه عطشان جدا، فيشرب من ازازة المية اللي فاضل فيها بق صغير، وبيشيل العدسات اللي في عينه ويحطهم جوه بقه. وبيفتكر اخر مرة امه كلمته فيها وهو كان متجاهلها، وما كانش يعرف انها اخر مرة يسمع صوتها. وبيبص على الخريطة اللي معاه ويفتكر لما كان في الشغل مديره ابراهيم سأله رايح فين، وهو رد وقال له معرفش. ودلوقتي بيتمنى لو كان قال له يمكن كان لحقه وانقذه. ويغلبه النوم، لكن يصحى على قرص النمل اللي ماشي عليه، ويدخل يومه التالت محشور تحت الصخر، ويشد الحبل اللي ربطه في الصخرة يمكن يساعده انه يحرر دراعه، لكن وزن الصخرة تقيل جدا والعطش يسيطر عليه، وكل اللي في دماغه انه يشرب حاجة ساقعة. ايرن وهو محشور بيفتكر المشروب الغاز اللي سايبه في عربيته، ودلوقتي المشروب ده بقى بالنسبة له حلم كأنه مشروب سماوي. بيرجع للواقع ويشرب نقطة مية واحدة بس من الازازة، ويشغل الكاميرا ويحكي عن يومه التالت، وبيقول ان محتاج 8 رجالة عشان يرفعوا الصخرة دي، وانه مستحيل يقدر يشيلها لوحده. وبيوضح ان اللي فاضل له بس بق مية هيكفيه لبكره بالكتير. وبيعترف ان جسمه بدأ يتأقلم مع الوضع، وانه ما بقاش قادر يسيطر على نفسه، فوسخ هدومه وهو بيقضي حاجته لدرجة ان اضطر يجمعها في كيس تخزين يمكن يحتاجه بعدين. وبيلاحظ تفاصيل صغيرة زي غراب بيعدي فوقه كل يوم الساعة 8 و17 دقيقة، وكمان أشعة الشمس
اللي بتوصل له حوالي الساعة 9:30 وتستمر 50 دقيقة. بيحكي ان دراعه اللي محشور بقى عامل زي دعامة للصخرة كأنه جزء منها. بعد ما فقد الامل في اي مساعدة بيوصل لفكرة صدمة انه لازم يقطع دراعه عشان يخرج، وبيربط الحبل على دراعه عشان يمنع الدم عنه، وبيحاول يقطع بالمقص اللي معاه لكن الحديد بارد والمحاولة بتفشل. ايرين بيفتح الكاميرا ويقول هو زعلان، كنت ناسي السكينة السويسرية في العربية واللي معايا مقص صيني، اوعى تشتري حاجة رخيصة من الصين لان وقت الزنقة مش هتنفعك ولا هتسعفك. وهو سرحان بتقع منه ازازة المية وتفضى ويغمض عينيه من اليأس ويفتكر رنا حبيبته القديمة، وبيفتكر اول لقاء بينهم وازاي بدأت علاقتهم ويحس بلحظة حنان وسط العذاب. وفجأة صوت الرعد بيقطع خياله، السما بتمطر بغزارة وايرين بيفرح كأنه اتولد من جديد ويمد الازازة تحت المطر ويملاها. لكن الفرح ما يكملش، المطر بينزل بغزارة لدرجة ان الفجوة اللي هو محشور فيها بتغرق مية ويبدأ يختنق ويحاول ينجو بأي طريقة. وفي عز ما هو غرقان بيحس ان المية بتحرك الصخرة شوية ويلاقي نفسه قادر يحرر دراعه اخيرا. بيخرج وهو مرعوب ومبلول ويركب عربيته وهو تايه وبيسوق بسرعة لبيت رنا وبيدق على بابها ويستنجد بيها، لكن لما تفتح ما تسمعوش وتسيبه وتدخل بيتها وايرين يقف يعيط بحرقة. وفجأة الوضع بيتقلب ونكتشف انه كان مجرد حلم وهو لسه محشور تحت الصخور. وكده بيكون اليوم الثالث خلص ولسه الكابوس مستمر. ايرين داخل في اليوم الرابع وبياخد الكاميرا ويسجل نفسه وهلاوس بتطلع له، وبيتخيل نفسه مقدم في برنامج تلفزيوني. بيجي ابوه وبيعتذر لامه انه ما ردش عليها اخر مره وبيقول انه ندمان وبيحب اهله موت. بعد التصوير بيشرب اخر نقطه ميه في الازاز ودقات قلبه بتعلى لحد ما ياخد قرار مجنون. بيحاول يغرز المقص في دراعه ويكسر العظم علشان يحرر نفسه، لكن المقص مش بيكسر وما بيقدرش يشيله. واليوم الخامس بيجي عليه والجوع والعطش بيجيبوا له حاجات مرعبه، بيضطر يشرب من البول اللي خزنه في الكيس وبيرجع يشتغل على الصخره بالمقص ويشوف هلوسات واشياء مش حقيقيه. وبيتخيل انفصاله عن رنا وبيتخيل عيلته قاعده على الكنبه بتتفرج عليه وهي ساكته، وبيعتذر لاخته انه مش هيقدر يعيش ويحضر فرحها. الذنب بيأثر فيه ويقع في انهيار نفسي كامل وحاسس ان الصخره دي كانت مستنياه قبل ما يتولد علشان تحول حياته الجحيم. وفي لحظه اخيره الكاميرا بتقفل وبيعدي فوقه سرب خيول بريه بيجروا ويملوا المكان غبار، وايرين بيغمى عليه. وايرين بيفوق من الاغماء ويتخيل انه شايف ابنه اللي لسه ما اتولدش والدموع تملى عينيه وهو بيبص له، والمنظر دي يديله قوه ما تخطرش على بال. بكل عزيمه بيكسر دراعه والالم رهيب، لكنه بيبدا يقطع بالمقص الصيني البارد حته ورا الثانيه والدم بينزف بغزاره. لكن صوره ابنه اللي قدامه بتخليه ما يستسلمش، وبعد 127 ساعه من الجحيم بينجح اخيرا ويقطع دراعه بالكامل وبيربط مكان الجرح بحبل عشان يوقف النزيف ويلف عليه اكياس بلاستيك من اللي معاه، وبيبعد عن الصخره اللي حبسته كل الايام دي. وبياخد الكاميرا تاني ويصور نفسه كانه بيوثق لحظه تحرره، وبيرفع عينه للسماء وكانه بيكلم ربنا ويشكره انه حرره من العذاب. وبيخرج من الفجوه بعد رحله الموت دي ويقف على تله عاليه ويبص لتحت ويلاقي قدامه بحيره صغيره كانها امل جديد. وبالصدفه ايرين بيلاقي مسامير حد قبله كان ممسمرها في الصخور، وساعتها ما يصدقش نفسه بينزل يبوس المسامير من الفرح ويعلق فيهم الحبل وينزل للبحيره ويرمي نفسه فيها ويشرب كانه اول مره يشرب في حياته، ويملى الازازه ويكمل طريقه وسط الجبال والوديان الصخريه. وكل ما يقع يقوم وما يستسلمش لحد ما يقابل اسره في رحله استكشاف، فبيحاول يتكلم وما يقدرش وبيصرخ بصعوبه عشان يشوفوه. فالجماعه بيلحقوه يشربوه ميه نظيفه ويسندوه لحد ما يوصلوا لصديق طلب له هليكوبتر. ومن هنا بتبدا قصته تهز العالم كله، لقاءات ومقالات والناس بتتكلم عن بطل اتحدى الموت، وبعد 3 سنين بيتجوز جاسيكا ويخلف لوي. ورغم انه فقد دراعه ما بطلش مغامراته ولا تسلقه، لكن المره دي كل مره بيسيب لاهله خبر هو رايح فين، لانه اتعلم ان الشجاعه مش بس انك تواجه الخطر، الشجاعه كمان انك تتعلم من اخطائك. وبكده يكون فيلمنا خلص. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تدعمني باللايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.